هلو عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هكون معاكم في فيديو جديد، يعني هو فيديو كده الى حد ما ملهوش علاقه قوي باللغه كلغه. بس هو هي نصايح عامه، فعلا tips on tricks كده فرقت معايا انا شخصيا لما كنت بتعلم، والى الان هقول ان انا فعلا مستمريه عليها. واي حد فعلا تعلم اللغه ووصل فيها لحاجه هيلاقي ان هو كان بيطبق الحاجات دي حتى لو يعني ما ادركهاش كده كنقط معينه. هي نقط كده لازم نطبقها لو عاوزين ان احنا نوصل لمستوى كويس في اللغة، فلازم نلتزم بيها، يعني مش مجرد ان احنا خلاص هنسمعها او كده. هي حاجات بالوقت هتكون يعني لايف ستايل كده مش هنقدر نستغنى عنه. بس المهم ان احنا يكون عندنا الإرادة ان احنا نطبقها ونمشي عليها عشان نحس بفرق في مستوانا. أول نقطة حابة أتكلم عنها هي الاستمرارية أو الانضباط. يعني إيه الانضباط أو الاستمرارية؟ أكيد إحنا عارفين معناها، بس بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا دلوقتي هذاكر، فأنت لو عايز تذاكر مثلا مش هتيجي تذاكر مرة كل أسبوع 3 ساعات عشان تقول أنا ذاكرت النهاردة 3 ساعات، بس أنت بكرة مثلا مش هتذاكر. فلأ، إن أنت تحدد لنفسك كل يوم وقت معين حتى لو 20 دقيقة إن أنت تذاكر فيهم اللغة، أحسن ما تقعد مثلا على ال3 ساعات دول أسبوع ما تذاكرش. فلأن الدماغ فعلا مش بإن أنت هتقعد تحشر فيها معلومات وخلاص، أنت لو بعد أسبوع هتلاقي نفسك نسيت كل حاجة ذاكرتها في ال3 ساعات دي حرفيا. فلأ، إن إحنا أول حاجة نحدد لنفسنا إن لازم جزء من يومي يكون رايح للحاجة اللي أنا باتعلمها، لإن الحاجة اللي أنت بتتعلمها دي هو أنت بتتعلمها عشان أنت بتبني بيها مستقبلك، هي مش رفاهية، مش حاجة أنا باعملها كده كهواية وخلاص مش هاستفيد من وراها حاجة. لأ، أنت هتستفيد من ورا تعلم اللغة حاجات كتير جدًا، فلازم إن أنت تدّيها وقت. فالوقت اللي أنت هتدّيه لها هو هيرجع فعلًا وهينعكس في المستوى بتاعك، مش شرط يبان من مرة والّا 2، بس بالوقت هتلاقي فيه يعني reflect كده كبير أوي، أو هتلاقي تقدُّم جامد هتحس بيه مرّة واحدة، هتحس إيه ده الحاجات اللي أنا بنيتها دي أو الوقت اللي أنا قضّيته واحدة في إن أنا أتعلّم الحاجة دي، أنا حاسس بالفرق ده دلوقتي. فدي من الحاجات اللي بتفرق أوي. فأول حاجة إن إحنا لازم كل يوم في جزء من يومنا نتعلّم فيه لغة، حتى لو أقل حاجة، يعني أقل حاجة 20 دقيقة طبعًا، بس يعني على سبيل المثال. فدي نقطة مهمة جدًا لازم إن إحنا نبقى عارفينها. نقطة تانية برضه بتكون مهمة، إن أنا أحاول إن الوقت اللي أنا باتعلّم فيه اللغة كل يوم ده ما يكونش يعني على قد ما نقدر ما يكونش طبعًا مختلف، مرّة الصبح، مرّة بالليل، مرّة في نُص اليوم. برضه دي راجعة لظروف الشخص نَفْسه، طريقة حياته وشغله وكده، مش هاقدر بصراحة إن أنا أقول فيها أوي. بس على قد ما نقدر لو عندك الرفاهية إن أنت الوقت اللي تكون بتتعلّم فيه كل يوم يكون وقت ثابت، ده هيكون أحسن لدماغك أنت. خلاص دماغك بتتبرمج كده إن أنت في الوقت ده بتتعلم الحاجة دي، فهتلاقي دماغك واحدة فعلًا يعني بتكون أفضل في إن هي تستوعب، خصوصًا في الوقت لو أنت مثبّته كل يوم. حاجة برضه تانية من الحاجات اللي هي بتخلّي الناس إلى حدٍ ما تفشل، إن أنا مثلًا هاحدد وقت هاتعلمه. باقعد أعمل خطة كبيرة أوي، الخطة دي مش مناسبة لوقتي، مش مناسبة لحياتي. مثلًا لو هاعمل الأسبوع ده خطة، أقعد أعمل خطة بقى عظيمة، يعني على أساس إن الخطة دي هي بس بكتابتها كده أنا حققت كل ده. عشان كده البلان دي هو كل واحد يقدر يحط البلان دي لنفسه، لإن كل واحد يعني بمعنى أصح أدرى بظروفه. فهارجع للنقطة الأصلية، هو إن مش بعدد الحاجات اللي باكتبها، مش بعدد الساعات اللي هاقعد أقول أنا هاقضّيها في إن أنا أذاكر، مش بعدد المصادر والكتب والحاجات دي كلّها، هي بالاستمرارية. فخلّينا نعمل plan تكون واقعية عشان نقدر نلتزم بيها، وده لمّا هالتزم بالحاجة القليلة اللي أنا عملتها، هاحس إن أنا أنجزت. لكن لمّا هاقعد أكتب حاجات كتير وما حققتش حاجة منها أو حققت جزء بسيط، فهاحس بالفشل. فده هيكون طبعًا حاجة مش كويسة يعني. طيب وأنت بتحط البلان دي ممكن إن أنت تعمل إيه؟ ممكن إن أنت تشوف مثلًا 3 أيام هيكون أو بيكون في العموم عندك وقت أكتر فيهم، تقدر إن أنت تقول أنا في ال3 أيام دول مثلًا أنا هاذاكر مذاكرة قوية شوية، هاذاكر grammatic مثلًا، تذاكر الحاجات اللي أنت بتحس إن هي بتاخد منك وقت أكتر، بتحس إن أنت ضعيف فيها أكتر،
عشان تقدر تديها وقت. والطبيعي ان انت هيكون في الايام دي عندك طاقة اكتر شوية من الايام العادية. فمثلا هذاكر جراماتيك، هذاكر شرايبن مثلا، سبريشن، على حسب الحاجة اللي انت يعني حاسس ان انت محتاج تديها وقت وطاقة اكتر. و3 ايام تانيين هنقول ان احنا مثلا هنعتبرهم ايام خفيفة، 3 ايام، يومين، على حسب برضو انت ايه الحاجة المناسبة ليك. في ناس ممكن تدي اكتر، في ناس بيبقى عندها طاقة اكتر، طاقة للمذاكرة عموما اكتر من ناس تانية. فمش هينفع ان احنا نحط حاجة ثابتة لكل الناس ان هي تعملها، اقول 3 ايام كذا و3 ايام كذا، لان ممكن حد يكون ممكن يدي اكتر من 3 ايام بقوة. 3 ايام تانيين ممكن يكونوا اهدى شويه، ممكن مثلا اعمل فيهم هيرن، اقعد اسمع طول اليوم. الهيرن مش بيحتاج مجهود قوي، لان انت بتبقى قاعد بتسمع مش بتعمل حاجه. لو هتطلع مثلا حاجات جديده، جمل عجبتك مثلا وحابب ان انت تتعلمها وتقعد تكررها مع نفسك. وممكن نعمل يوم يكون يعني ممكن ان احنا نرتاح فيه من اللغة. لو ناس بتحب ان هي تفصل في النص، ممكن تعمل اليوم ده كل اسبوع، ممكن كل اسبوعين، بس ما ينفعش مثلا ان اليوم ده يكون كل يومين واخد يوم اجازة، يومين واخد يوم اجازة. ده macht keinen Sinn خالص، مش حاجة واقعية، مش حاجة منطقية ان انا اعمل كده، لان مش هحس بتقدم بسرعة. نقطة مهمة تانية، وهي انا بعتبرها بصراحة اهم نقطة في اللغة، هو احنا بنتعلم ليه اصلا لغة؟ عشان نعرف نتكلم. فمهارة المحادثة هي المهارة اللي انت بتتعلم كل حاجة عشان تطورها. يعني انت بتعمل كل حاجة عشان المهارة دي اصلا، سواء ليزن، سواء مثلا شرايبن، اي حاجة انت بتتعلمها في اللغة هو انت بتتعلمها عشان تقدر تستخدمها. فلازم الاقي حد اطبق معاه الحاجة اللي انا بذاكرها، لان انا هذاكر بس لما هاجي استخدم او لما باجي اتكلم عموما، انت بتحتاج تفتكر قواعد، بتحتاج تفتكر كلمات، بتحتاج تفتكر نطق، كل حاجة بتحتاج تفتكرها في نفس اللحظة وانت بتتكلم. فانا لما هعمل كده، اول مرة هتبقى صعبة، تاني مرة هتبقى صعبة، بس بالوقت هلاقي الموضوع اسهل. هلاقي لان انا اي حاجة بتعلمها انا خلاص بطبقها، اي جملة جديدة بتعلمها بستعملها. ايه اللي بيخلي ناس كتير اصلا تفشل في ان هي تكمل في اللغة، او تحس ان هي مهما اتعلمت ان هي مش عارفة تتكلم؟ لان هما بيتعلموا بس مش بيستعملوا اللغة. واستعمال اللغة اصلا يعني في ناس بتتعلم اللغة من استعمالها بس. يعني في ناس بتبقى عايشة بره او سافرت بره، هي بس من الممارسة هي اتعلمت اللغة، بس هي ما اتعلمتهاش من ان هي قعدت على كتب او كده، لا هي اتعلمتها من الممارسة. فما ينفعش ان انا افضل احشي دماغي في كلمات وقواعد وكذا وكذا وفي الاخر ما استخدمهاش. انت كده ما استفدتش حاجة، غير ان انت اكتر من ان انت لو دخلت امتحان هتحل كويس بس كده، لكن مش هتعرف تتكلم. من الحاجات برضو المهمة اللي في اي لغة عموما هو ان انت تسمع اللغة دي، خصوصا من اهل اللغة، من الناس اللي بتتكلمها وهم متشبخاخلة. يعني تسمع بودكاست الالمان، تسمع هما بينطقوا الحروف ازاي، تسمع رتم الكلام، تشوف مخارج الحروف بتخرج ازاي منهم. ده هيساعدك ان انت هتقلدهم، حتى لو ما قلدتهمش في البداية، انت ودانك بتتعود ان هي تسمع الشكل ده من النطق، زي ما قلت رتم الكلام، مخارج الحروف، الجمل اللي بيستخدموها على طول، وهكذا طريقة تفريقهم بين كل حرف والتاني. الحاجات دي هتساعدك بالوقت ان انت تنطق زيهم اصلا. ممكن ان انت تسمع مثلا وانت في طريقك للشغل، تحط بودكاست مثلا، تحط الايربودز في ودانك وتسمع بودكاست وانت رايح. مش شرط ان انا كل ما هعمل هيرن او كل ما هقعد اسمع بودكاست ان انا بقى قاعده بذاكر، لا ده مش شرط خالص. بالعكس، هو انت لما هتدمج اللغه كده في حياتك، انت مش شرط تبقى فاهم كل كلمه بتتقال. يعني انا مثلا اسمع بودكاست، مش شرط ان انا كل كلمه فيه اكون فاهماها، لا عادي. انت معظم الكلام فاهمه او مش فاهمه. لو انت في البدايه هتحس ان معظم الكلام انت مش فاهمه، بس ودانك بتتعود على اللغة، هتلقط معاك كلمة هتسمعها في بودكاست تاني، هيبقى عندك شغف ان انت تدور الكلمة دي مثلا معناها ايه، او الجملة دي معناها ايه. فممكن وانت بتعمل حاجة تحاول ان انت تبقى بتسمع بودكاست، بتسمع فيديو، بتسمع كده، ده هيفيدك جدا. ممكن برضو وقت تاني، لا الهيرن ده بالنسبة لي مثلا انا هقضي له يوم هذاكر فيه، لان الهيرن يعني حاجتين، هو ان انا بسمع وانا بعمل حاجة، وهو بسمع وبتعلم في نفس الوقت، ان انا مثلا قاعده
هطلع كلمات جديدة، هطلع جمل جديدة، هحاول اعيدها واكرر فيها، هحاول استخدمها. برضو تحاول ان انت تشوف افلام، تشوف مسلسلات مثلا بيكون فيها ألمانية هي اصلا، او ممكن ساعات في مواقع بتخليك يعني ان انت ممكن تخلي النطق بتاعهم بالدويتش زي دبلجة كده، حتى لو هما مش بيتكلموا اصلا دويتش. يعني في حاجات كده في الحياة العادية هي مش بتدرس في الكتب، مش هتلاقيها في الكتاب هيقولك دي كذا، بس انت هتسمعها كتير منهم، فممكن تطلعها حتى لو انت حاسس ان هي مش جديدة عليك، بس طلعها وعدها كتير وكررها عشان تقدر تستخدمها بسهولة. في برضو حاجة جميلة جدا هي بحسها من الحاجات اللي بتساعد قوي 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 في موضوع الإكسبريشن، هو ان انا اقعد اكتب عن يومي، اكتب انا حصل معايا ايه النهارده، حصل معايا ايه امبارح، مثلا مزاجي النهارده عامل ازاي، رحت فين، اتعلمت ايه جديد. اتكلم مع نفسي كده كاني بكتب مثلا مذكراتي، بس هو يبقى كلام. تمام. حبيت ان انا اكتبه الاول على ورقه مثلا وبعد كده اقوله، تمام. مره في التانية في التالتة هتحس ان انت مش محتاج تكتبه، خلاص انت الموضوع بقى عندك كده يعني اوتوماتيش كده من نفسك، بتحس ان انت بتعرف تقول الحاجه دي، بتعرف تتكلم عن نفسك. حاجه حصلت مع موقف حصل معاك عايز تحكيه، تحاول انت تتكلم برضو يعني مثلا مره فاجانجنهايت مثلا امبارح، مره بريزنس اتكلم عن حاجه مثلا بتحصل معايا دلوقتي او حاجه بعملها دلوقتي. ده هيساعدك ان انت تطلع كلمات جديده يعني جدا. هتربط القواعد بجمل، لان انت هتقول اول مره غلط بس انت عارف ان هي غلط، تاني مرة هتبدأ تصلح الغلط ده، هيبقى صعب عليك شوية وانت بتصلحه في النطق، بس هتيجي المرة التالتة والرابعة وبعدها هتلاقي ان الصح اللي انت اتعلمته بقى هو العادي بتاعك. زائد ان نقطة الكتابة دي لو انت هتبدأ ان انت تكتب، هي بتجبرك ان انت لازم تكتب صح، لان بشوف ان الكتابة انا لما هاجي اكتب، لما هاجي اكتب الحاجة غلط هحس ان في حاجة فعلا غلط، غير لما تيجي تتكلم بيها تحس اللي هو انت خلاص قلت الكلمتين وخلاص بقى صح غلط مش مشكلة. بس الكتابة احنا لازم نكتب صح، فلما هنكتب صح انت هتقول اللي انت كتبته صح، فده خلاص بقى اللي هو واحدة واحدة هتتعود ان الحاجة دي هي ما بتتقالش غير بالشكل ده. ما ينفعش اقول مثلا على حسب بقى القواعد، لان انت بتخليك تعمل قواعد وجمل صح 100%، فده هيخليك تتكلم صح. ممكن مثلا تعمل من 6 ل10 جمل كده مثلا يوميا يكونوا صح، تنطقهم وتقولهم كتير وتكررهم في يومك. تمام. الحاجة اللي انت بتحاول تتعلمها، الحاجة اللي انت بتحاول تقولها، انت كل ده ممكن مثلا تعبر عنه. يعني مثال بسيط، مثلا لو انا هقول اصلا لنفسي ان انا كل يوم مثلا او النهارده هتكلم دويتش كده 3 دقايق بصوت عالي، فانت الجملة دي اصلا قولها لنفسك بالدويتش. يعني ممكن تقول ich probiere heute 3 Minuten laut Deutsch zu sprechen، فانت كده قلت لنفسك اصلا الحاجه اللي انت عايز تعملها قلتها بالدويتش. خليك كل حياتك كده تقولها تتكلم بيها بالدويتش، ده هيكون يعني حاجه مفيده قوي ليك. زي ما اتكلمنا في البلان ان هي مش بكميه الحاجه اللي بحطها فيها، هي بالتنظيم وبالترتيب، لان المخ بيحب الحاجه البسيطه مش بيحب الحاجه المعقده. اول ما بحس ان الحاجه معقده حتى لو طبقتها مره او اتنين، واحده واحده هيستتقلها، انا هستتقلها. فان احنا نخلي الموضوع بسيط كده مش كله ضغط ضغط، ده هيكون حاجة يعني هتبقى احسن ليك في ان انت تستمر. يعني مثلا لو قلت مثلا هذاكر 20 دقيقة جراماتيك، 20 دقيقة مثلا فوكابل جديدة هحطها في جمل، 20 دقيقة هورن، وهكذا. اقسم الوقت اللي انا هذاكره، يعني انا مش هدخل كده اذاكر عشوائي وخلاص، لا انا لازم اذاكر، انا عارفه انا هقعد اذاكر ايه. ممكن حد يحب يحط يعني ممكن حد يحب ان هو يخلي البلان دي اسبوعيه، ممكن حد يحب ان هو يخلي البلان دي يوميه، يعني كل يوم بالليل هكتب انا هذاكر ايه بكره. في حد ممكن مثلا لا انا في اول الاسبوع هقعد اقول انا مثلا يوم السبت هعمل كذا، يوم الاحد هذاكر كذا، كل واحد على حسب الحاجه اللي هو بيحبها. المهم وانا ببدا اذاكر ابقى عارفه انا هذاكر ايه المصادر اللي انا هذاكر منها، مش اقعد كده بطريقه عشوائيه، ده هيخليني يعني هخلص الوقت في ان انا مش عارفه اذاكر ايه اصلا، لسه انا لسه بشوف انا هذاكر ايه.
بس فنقطة التنظيم دي مهمة عشان بتخلي مخك أصلا هو داخل يذاكر بقى، خلاص احنا مش لسه هندخل ندور احنا هنذاكر ايه. ان ما ينفعش يومك يعدي من غير ما تكون على الأقل حفظت 5 كلمات جديدة، 5 كلمات بالباي شبيل بتاعهم. وان انت بقى اهم نقطة ان انت لازم تعمل باي شبيلة خاصة بيك، لان الباي شبيلة بتاعتك دي هي بتكون نابعة عن او طالعة من حاجة، موقف انت عشته، حاجة انت بتعملها، فده هيثبتها في دماغك لان انت اللي عاملها. يعني مثلا لو اتعلمنا فيرب جديد زي lernen مثلا، فيرب lernen تمام انا هتعلمه معاه بايشبيل، بس لازم انا مثلا بتعلم دويتش ich lerne Deutsch ich lerne Italienisch ich lerne Arabisch، انت حطيت البايشبيل بتاعك. فممكن ان احنا نقول ان النقط اللي هي المهمة قوي ان احنا نلتزم، ان احنا نستمر، ان احنا نلاقي حد نمارس معاه اللغة، اننا نكتب كل يوم ونتكلم في الحاجة اللي احنا حاسين بيها، نتكلم عن يومنا امبارح يومنا النهاردة حصل فيه ايه. برضو ان احنا لازم نتعلم كل يوم حاجة جديدة، ان نسمع اللغة عشان نتعود عليها، وبرضو ان احنا نتفرج على مثلا افلام مسلسلات وكده تكون بالدويتش. انا نعمل بلان واقعية مش بلان عظيمة كبيرة قوي وما ننفذش منها حاجة. ان انت تنفذ القليل هتحس بانجاز، غير لما تقعد تحط حاجات كتير قوي وفي الاخر ما تنجزش منها اي حاجة، ده قمة الإحباط. يعني الخطوات دي بجد أنت لو عملتها ومشيت عليها هتحس بفرق 180 درجة في مستواك، يعني ممكن في خلال شهرين تحس فعلا بتقدم وإن أنت اتنقلت الليفل أعلى من اللي أنت كنت فيه. ولو عندكم أي خطوات تانية مشيتوا عليها وحسيتوا إن هي فرقت في مستواكم اكتبولي برضو قولولي، بحيث إن احنا يعني حد تاني يستفيد منها أو أنا أستفيد، كلنا بنستفيد من بعضنا. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. بس كده واشوفكم في فيديو جديد und bis zum nächsten Mal.